اهلا بكم في فيديو جديد من برنامجكم المفضل. كل يوم احلى من اليوم اللي قبله. النهارده حلقه طلبت مني كتير قوي، وهي مهمه بالنسبه لنا كلنا لان كلنا عندنا تساقط شعر. في الفيديو ده هنعرف انواع تساقط الشعر، وازاي نحدد السبب وليه بيقع، وهنعرف كمان ازاي نحل المشكله دي. فلو انت عايزه شعرك يبقى صحي وكثيف، خليكي معايا خطوه بخطوه، وهنتكلم على كل اساسيات الشعر في الفيديو ده. اولا لازم نعرف ان تساقط الشعر ده عرض لمشكلة داخلية. يعني احنا دايما بنقول ان البشرة والشعر مرآة الجهاز الهضمي ومرآة الجسم كله وصحته من جوه. فلو في مشكلة في البشرة او الشعر، اعرفي ان سببها جاي من جوه. فاحنا لازم نعالج جوه قبل بره، مش هنهتم بس ان احنا نحط زيوت وماسكات وحاجات خارجية فقط. لا، احنا لازم نشوف السبب فين داخليا ونعالجه. المفروض نعرف نحدد نوع التساقط اللي عندي ده وراثي ولا نوع بسبب نقص الفيتامينات والستريس اللي موجودين في الجسم بس. طب ازاي نحدد؟ اول حاجة النوع الوراثي بيبقى مورث في العيلة، يعني موجود من الجينات وموجود عند الاباء او الاجداد. والنوع ده بيبقى localized، يعني موجود في مكان معين، بيبقى في الاغلب على الجناب هنا او في مقدمة الرأس او منطقة الكراون، يعني منطقة التاج هنا. وبيبقى الشعر بيقع بطوله، يعني لان اصلا البصيلة نفسها بتصغر فالشعر بيقع بطوله، مش مجرد ان هو اتقصف. واقدر احدد المكان، بلاقي جزء كده فاضي، على عكس النوع التاني اللي هو تساقط بسبب نقص الفيتامينات. ده بيبقى تساقط ديفيوز، يعني منتشر واخد الفروة كلها، ما بيقعش من منطقة معينة واحدة بس، وبيبقى بينمو بس كل شوية الشعرية بتلاقيها بتضعف فبتضعف. والبطء في طول الشعر هتلاقيه مثلا العادي ان هو 3 سنتي كل شهر، لا هتلاقيه 3 سنتي كل سنة. بطء كبير جدا في نمو الشعر. ده الفرق بين ان احنا لازم نستبعد اول حاجة ان هو يبقى جينيتكس، يعني في الجينات، يعني اللي هو الصلع الوراثي، ولا تساقط بسبب الفيتامينات والمعادن. دلوقتي عايزين نعرف اسباب تساقط الشعر. اولا انا لازم يبقى عندي 4 حاجات في جسمي سليمة. اولهم المعدة لازم تبقى سليمة. رقم 2 الكبد كمان لازم يبقى سليم. ليه؟ لان الكبد بيخلصني من الشوائب والسموم في الجسم وبيصنع لي انزيمات، فلازم يبقى سليم عشان الشعر يبقى صحي. تالت حاجة الكلية لازم تبقى سليمة، لان الكلية لو فيها مشكلة هتنزل البروتين في اليورين، يعني في البول، والبروتين ده مهم جدا لتكوين الشعرية وان هي تبقى كثيفة وقوية وما تقعش من اقل حاجة. رابع حاجة الغدة الدرقية، لان هي مهمة جدا لعمليات الايض والميتابوليزم. خامس حاجة بقى هو الاسترس. لازم نبعد عن الاسترس. عارفة ان معظم الناس مبيبقاش بايديها واضطرين، بس معلش هونوا على نفسكم. الاسترس بيعمل مصايب. الاسترس بجد بيعمل كل الامراض اللي بتتخيلها واللي ما تتخيلهاش. يعني الاسترس لو ما موتش هيعمل امراض تخليك بتتمنى ان انت يا رب خلاص بقى، يعني مش عايز خلاص العيشة دي. فليه احنا جايين نزهق نفسنا ولا جايين لا يا جماعة، هدي الدنيا كده وان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة. والله لو احنا اتحكمنا في التوتر والضغط النفسي بتاعنا. ليه بقى؟ الضغط والستريس لما بيزيد بيزود الكورتيزون، بقى سبب مهم جدا من اسباب تساقط الشعر. فاحنا لازم علشان شعر كويس لازم التوتر ده تنسيه، لان لو في توتر انسي في شعر خلاص، هي كده ثابته. طب اخر حاجه هي الالتهابات. زي ايه بقى؟ نبعد عن الالتهابات عشان الالتهابات بتزود تساقط الشعر. زي ايه؟ الزيوت المهدرجه، الزيوت النباتيه، السكر والجلوتين. السكر بيزود الالتهاب في الجسم وبيعمل مصايب، ويعني انا نفسي الناس كلها تبطل سكر وجلوتين ولبن.
التلاتة دول والله بيزودوا الدنيا خالص. ممكن التلاتة دول ما كانوش معروفين عند معظم الناس، بس المعروف طبعا الزيوت المهدرجة والزيوت النباتية معروفة ان هي بتعمل التهابات. وحاجة كمان الحاجات اللي بتترش بمبيدات حشرية بنسبة كبيرة، دي كمان بتزود الالتهابات في الجسم. فدي حاجات احنا لازم نبعد عنها تماما، ولازم نتأكد ان زي ما انا قلت فوق الامعاء والكبد والكلية والغدة الدرقية يبقوا سليم. طب ازاي يا دكتور نعالج مشكلة تساقط الشعر؟ اول حاجة لازم نظبط اكلنا. هنظبط اول حاجة البروتين، لازم اخد بروتين يوميا وبكمية مناسبة، زي السمك، اللحوم، البيض والجبنة القريش، كمية مناسبة اللي هو حوالي 1 جرام لكل كيلو. يعني مثلا لو واحدة 70 كيلو، المينيموم ان هي تاخد اقل حاجة 70 جرام بروتين يوميا. تاني حاجة نهتم بأكل خضروات كويس جدا، لان الخضروات انتي اوكسيدانت، يعني مضادات اكسده، ومضادات اكسده دي مهمه جدا لتنظيف الجسم، بتمنع حدوث السرطانات لا قدر الله. وكمان كان في دكتور منزل ان في بنت راحت له عايزه تاخد عندها تساقط شعر وعايزه تاخد حاجات وكده، فبعدين جه يكتب لها ادويه، قالت له لا انا مش عايزه ادويه خالص، وانا مش منتظمه على الحبوب، يعني انا ممكن اخد يومين وانسى. فقال لها خلاص هناخد مثلا نهتم باكلنا ومش عارف ايه وكده، حاجات ستيبس انا اقولها لكم دلوقتي. فجات له بعد 3 شهور وقال لها برافو النتيجه هايله اهو ومش عارف ايه. قالت له بس انا اصلا ما خدتش الدواء وما خدتش الفيتامينات اللي كتبتها لي. قال لها امال عملتي ايه؟ قالت له انا كنت باخد طبقين خضار كل يوم عشان تتاكدوا قد ايه الخضار مهم. طيب تالت حاجة اخد اوميجا 3. طبعا اللي ما شافش حلقة البشرة اللي فاتت انا اتكلمت على الاوميجا 3 كتير جدا، فلازم تروحوا تشوفوها. وفي كده حركة تركاية صايعة من شركات الادوية، بيقولوا لك مثلا اوميجا 3 واوميجا 6 واوميجا 9 الاتنين تلاتة مع بعض بيغروكي عشان تشتريهم وتحسي ان انتي خدتي حاجات اكتر بسعر اقل، بس دي في العادي ما بتكونش مفيدة، بل ممكن تكون ضر اكتر من اللازم. ليه؟ لان ممكن حد يبقى عنده اوميجا 6 مش ناقص فعمال ياخده بالزيادة، وهو لو زاد هيزود الالتهابات في الجسم، والالتهابات لو زادت في الجسم هتوقع الشعر، يبقى انا اصلا بزود المشكلة مش بحلها. واوميجا 9 اصلا يعني نادر جدا ان هو يبقى ناقص في الجسم، هو الجسم بيصنعه لوحده مش محتاجه من بره. فانا لو هشتري اوميجا 3 من بره هاخد اوميجا 3 بس، مش هاخد كومبلكس اللي معاه 6 و9، لا هاخده هو لوحده بس. طب لو انا مش عايزه اشتريه، ناكل اكلتين سمك في الاسبوع لازم. طيب اخر لا رقم 4 الزنك، مش اخر حاجه لسه في حاجات كتير. الزنك مهم جدا للبشره والشعر والمناعه. انا عايزه اقول لكم حاجه، انا شخصيا جيت فتره انا المناعه عندي كانت في ذمه الله. جيت كان بيجيلي دور البرد، يعني مفروض دور البرد اخره مثلا 3 ل5 ايام، انا كان بيقعد معايا مثلا 10 ايام والله. فالفتره اللي جيت اخد فيها زنك، يعني كل ما يجيلي دور برد اجيب زنك معايا واخده. انا كنت بدل ما بقعد 10 ايام كنت بقعد 3 ايام، لان هو مهم جدا للمناعه. فبجد انا الزنك بحبه قوي. يمكن هو مش مشهور قوي وممكن ناس كتير ما تكونش عارفه اهميته، بس الزنك فعلا مهم جدا. رقم 5 البيوتين. البيوتين مهم جدا للشعر وسمك الشعرة وتقويتها. وكمان البيوتين نقدر ناخده اكتر حاجة فيها بيوتين المكسرات. الزنك موجود في الجندفلي واكلات السي فود، البيوتين موجود في المكسرات وبالذات الكاجو. هحط لكم برضو صورة فيها كل مصادر البيوتين لو احنا عايزين ناخده في الاكل. لو عايزين تاخدوا مكملات غذائية بلاش تاخدوه حبوب، لان لو خدتوا حبوب 30% بس منه اللي بيمتص، وتاخدوه افضل في صورة سائلة يعني زي الدواء الشرب كده، لان ده نسبة امتصاصه في الجسم اعلى من الحبوب. اخر حاجة وهي الدهون الصحية. انا كل فيديو بتكلم عن الدهون الصحية واهمية الدهون الصحية. الدهون الصحية مهمة جدا لفيتامين د، وفيتامين د والحديد الاتنين دول لو مش متظبطين انسي ان شعرك يتظبط. فالدهون الصحية مهمة جدا. مثلا هي زي ايه؟ قلنا قبل كده كتير بس انا هقول لكم تاني وافكركم كل مرة لحد ما تبقوا عاملين حاجات اساسية في حياتكم. زيت الزيتون، الزبدة،
سمنة، مكسرات، زيت جوز الهند، لحمة ضاني فيها نسبة عالية من الدهون الصحية. حاجات طبيعية بقى عملوها واثبتت كفاءة في مشكلة تساقط الشعر. جابوا ايه؟ جابوا كركديه وغلوه وبقوا يغسلوا بيه الشعر، لقوا ان هو بيحيي الشعرة وبيغذيها كويس قوي. تاني حاجة عملوا ايه؟ هي مشكلة ان هي بس ريحتها مش ألذ حاجة. كلنا عارفين ان البصل والثوم حلوين جدا للشعر، دي مش اشاعة، ودي مش حاجة بيضحكوا علينا بيها، دي فعلا حاجة حقيقية. عصير البصل جابوا ناس وخلوهم يستخدموا البصل يغسلوا بيه شعرهم لمدة 3 شهور، يعملوه زي ماسك كده او سبراي على شعرهم لمدة 3 شهور. وجم بعد 3 شهور لقوا ان 73% من الناس دي شعرهم نبت. فانتوا متخيلين الرقم تحفة يعني. ده ناس بيبقى عندهم بس لو دبت في 10% بيبقوا مبسوطين جدا، فتخيلوا دول 73% من الناس شعرهم نبت، فده حاجة تحفة. هي المشكلة بس في الريحة. زيت جوز الهند كمان لما غسلوا بيه الشعر لقوا ان هو بيقتل البكتيريا الضارة وبيزيد نسبة الغذاء للبصيلة بتاعت الشعر بنسبة 14%. في حاجة مهمة جدا لازم نهتم بيها برضو في الشعر، وهي النوم يا جماعة لازم يوميا من 6 ل 8 ساعات. ده مش للشعر بس، للمناعة والبشرة والمخ، بصوا لكل حاجة، والذاكرة، بصوا، والذكاء، كل حاجة. النوم لازم من 8 ل 6 ساعات يوميا، من 6 ل 8 ساعات يوميا، سوري. ويبقوا طبعا مش 6 الصبح لحد العصر بقى، لأ. افضل وقت للنوم من الساعة 10 للساعة 5 او 6 الفجر، لان ده افضل وقت لافراز الميلاتونين، هو هرمون النوم. وكمان ده اكتر وقت الجسم فيه بينظف نفسه فيه. بقى اخر حاجة هي التحاليل. يا دكتور عايزين نعمل تحاليل عشان نشوف ايه اللي ناقص عندنا والمشكلة منين. في تحاليل كتير، بس اهم تحاليل سيرم فيريتين، ولازم يبقى فوق 80، وسي بي سي علشان نشوف في انيميا ولا لا، اللي هو صورة دم كاملة، وفيتامين د لان هو بيأثر جدا على الشعر. دول اهم 3 تحاليل لتساقط الشعر، ولو ما فيهمش مشكله انتوا اصلا بجد لو مظبطين الاسترس ومقللين الالتهابات ومظبطين المناعه ومظبطين الحاجات اللي انا قلتها في اول الفيديو، مش هتحتاجوا تعملوا كل الحاجات دي، وهتلاقوا اصلا فعلا شعركم بدأ يتحسن. ولازم استمراريه يا جماعه، مفيش حاجه بتيجي من يوم وليله، لازم اقل حاجه استمرار 3 شهور عشان تشوفوا النتيجه بحاجه واضحه يعني وصريحه. وكمان ممكن نعمل زنك TSH وتحليل B12 ده للناس اللي مش بتاكل لحوم، الناس اللي ما بتحبش تاكل لحوم. B12 للاسف مش موجود غير في اللحوم، فلازم لو مش بناكل لحوم وهيبقى ناقص هناخد B12 كومبلكس من الصيدليه. ودي كانت حلقه النهارده، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واللي محتاج اي حاجه يكتبوا في الكومنتات. باي.